تعرف تقرا الكلمة دي يا شيكو؟ سهلة يا ابو المعاني، انت اسئلتك بصراحة غريبة يعني. طب اقراها كده. تأمنا قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف. انت كده بقى بتقراها غلط. غلط ازاي؟ بص كده في المصحف وشوف مكتوب ايه. ايه ده؟ مكتوب يجب الاشمام او الروم في تأمنا. معنى ايه الكلام ده يا ابو المعاني؟ معناه زي ما قلت لك انك لما تقول تأمنا كده عادي ده غلط، وطبعا ده كتير من الناس بيقراها كده. الصح ايه؟ نقولها بالروم او الاشمام. هقول لك كده باختصار الكلمه دي اصلها ايه؟ تأمننا. فلما حصل ادغام بقت تتقال ايه؟ تأمنا. تأمننا عباره عن نون عليها ضمه بعد كده نون عليها فتحه. انما تأمنا نون ساكنه، الشد عباره عن نون ساكنه وبعدها نون عليها ايه؟ فتحه. فاصبح كده الضمه بقت سكون. فعشان نبين الضمه دي بنعمل حاجه من الحاجتين دول. الروم ان احنا بنقول ايه؟ ضمه صغيره جدا نختلسها كده، تأمننا. او الاشمام ان انت بتضم شفايفك وانت بتقول كلمه ايه؟ تأمنا. تقول ايه؟ تأمنا. تمام كده. وطبعا ممكن ترجع لدروس لمشايخ بيشرحوها بطريقه ايه افضل من كده. بس انا بقى بسألك عشان عايز اقول لك على خاطره كده تخليك ما تنساش اللقطه دي خالص وما تنساش الايه؟ المعلومه دي خالص. يا ريت تقول لي عشان انا فعلا مستغرب ان مكتوبه في المصحف وانا ده كله معرفش المعلومه دي ومش واخد بالي منها. اقول لك انا بقى يا شيكو، ايه اكبر عيب في تعامل اخوات سيدنا يوسف مع ابوهم سيدنا يعقوب؟ ايه مثلا؟ عشان بيكذبوا يعني؟ مش عارف بالظبط. اقول لك انا بقى اكبر عيب في تعاملهم مع سيدنا يعقوب ان هم بيتكلموا باسلوب مش كويس معاه. وده تلاحظوا ايه في احداث السورة كلها. يعني مثلا لما قالوا سيدنا يعقوب ان الذئب اكل سيدنا يوسف، يقولوا ايه؟ وانت مش هتصدقنا، احنا لو احنا صادقين مش هتصدقنا اصلا. وبرضه في اخر القصة لما قالوا له ايه؟ انك لفي ضلالك القديم. والكلام ده اللي قاله اصلا ممكن يكون اخوات سيدنا يوسف او كمان ايه؟ اولادهم يعني احفاد سيدنا يعقوب. فالفكره العامه ان هم كانوا بيتعاملوا مع سيدنا يعقوب باسلوب في التعامل في الكلام مش كويس. وده طبعا عيب ان الابن يتكلم مع ابوه باسلوب ايه؟ مش كويس. ولو جينا بقى نقيس الموضوع ده على الكلمه دي والجمله ما لك لا تأمنا، تعالى اقول لك بقى انا جت في دماغي ازاي. قولوا متعنا يا ابو المعاني. تخيل إخوة سيدنا يوسف ال11 واحد بيتكلموا في نفس الوقت وبيطلبوا من سيدنا يعقوب إيه؟ طلب اللي هو إيه؟ إن هم ياخدوا سيدنا إيه؟ يوسف معاهم. ال11 بيتكلموا في نفس التوقيت. تخيل بقى إن 5 منهم بيتكلموا مثلا بالروم، عارف أنت الروم؟ والإشمام اللي إحنا لسه متكلمين عنهم دلوقتي. يعني كأن نصهم بيتكلموا بأسلوب ونص تاني بيتكلم بأسلوب تاني. تخيل هيبقى الأسلوب عامل إزاي؟ واخد بالك؟ بجانب إن أنت لما تيجي تقول بالإشمام في ضم للشفايف كده، يعني الكلام مش واضح 100%. لما تيجي تقول بالروم برضه في اختلاس، الكلام مش واضح 100%. فده يعبر عن حالتهم ان هم كانوا ايه؟ كانهم بياكلوا الكلام مع سيدنا يعقوب كده عشان ايه؟ عشان يعملوا اللي هم عايزينه. هم عارفين ان هم بيكذبوا، بس ايه؟ عارف انت مثلا لما يكون واحد رايح لوالده عايز حاجه، وفي نفس الوقت مش عايز والده يعرف هو مثلا رايح فين، عايز مثلا فلوس ومش عايز والده يعرف ان هو مثلا رايح ايه؟ يلعب بلاي ستيشن. فهيقول له انا عايز بس فلوس اجيب حاجه من تحت. هياكل له الكلام بسرعه، واخد بالك؟ عشان ابوه ايه؟ ما يركزش معاه ويديله الفلوس اللي هو ايه؟ عايزها، من غير ما ياخد باله ايه؟ هو رايح فين ولا جاي منين. فلو قسناها على دي تخيل بقى ال11 واحد كلهم بيتكلموا في نفس التوقيت وبيقولوا ما لك لا تأمنا على يوسف، وكلهم ايه؟ بأساليب مختلفة. هقولها لك كده ورا بعض وتخيلها مع بعضها في حاجة واحدة. يبقى منظر غريب. تخيل سيدنا يعقوب متلخبط من الكلام اللي هم بيقولوه. وده طبعا كان هدف بالنسبة لهم ان هم ايه؟ مش عايزين يبقى الكلام واضح، لان نيتهم كانت ايه؟ كانت نية مش كويسة. فتيجي نشوف. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف.
تخيل 11 واحد بيتكلموا ما بيقولوش حاجة واحدة، بيقولوا حاجات مختلفة. تخيل ايه جو التوتر واللخبطة اللي هم خالقينه لايه لسيدنا يعقوب ابوهم، عشان ايه يضغطوا عليه بصورة او باخرى ويوافق ان سيدنا يوسف ايه يروح معاهم. اتمنى تكون المعلومة وصلت. وبعد كده ما تنساش ايه انك تقول بالروم او الاشمام، وافتكر ان ده كأن ده كان اسلوب اخوات سيدنا ايه يوسف وهما بيكلموا ابوهم، كانوا عايزين ايه يداروا الكلام بمعنى اصح. جزاك الله خير يا ابو المعاني، والله انا فعلا كده المفروض ما انساهاش خالص، وده المطلوب يا شيكو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.